السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الكرام في كل مكان. أهلا بيكم مرة جديدة. النهاردة بإذن الله هنتكلم على الفيوتك اللي ناس بتبقى حابة إن هي تعمله عندها ويطلع بشكل راقي وجميل وجذاب وكل الكلام ده، وهو من أهم وأشيك وأرخص الخامات اللي حضرتك ممكن تستغلها وتدخلها عندك في المكان بتاعك. تعالوا كده نقف على كام محطة بحيث برضو لو هننفذ شكل زي كده نبقى عارفين يعني إيه أهم الحاجات اللي المفروض نبقى عارفينها قبل ما نخش نعمل القصة دي. أول حاجة عندي إن أنا بعرف أنواعه إيه هي أنواع الفيوتك. مبدئيا كده الفيوتك ده نوع خامة بيتعمل بيها بانوهات فيوتك، بيتعمل بيها كرانيش، بيتعمل بيها وزر تحت، فده النوع مش اسمه، انما اسمه اللي احنا بنقول عليه بانوهات. تمام كده، دي تفصيله برضه تبقى عارفها. ففيوتك دي يعني اسم شركه او اسم خامه. في حاجه اسمها نيوتك، في بيوتك، في اي حاجه بالتك. تمام، فدي اسم الشركه واسم الخامه. ولكن الفيوتك عندي 3 انواع لو هنسميه كده. عندي اول نوع منه هو الجبس، ده كان على قديمه قوي، كان لسه برضه الفيوتك ده ما انتشرش قوي، فكان الناس بتعمل بانوهات بالجبس. يعني جرى الزمن وابتدى ان هو ما يبقاش عامل قوي وتغييره بقى صعب، ويعني مجرد ما يتكسر كده خلاص انت ما بتعرفش ترمم فيه قوي، فابتدى يطلع البانوهات الخشب الطبيعي اللي هو العادي. وبرده مع الوقت كان الفيوتك غطى خلاص على الساحه وبقى هو اكتر حاجه عمليه وارخص، لان كمان الخشب اغلى بكتير. فالفيوتك هو اللي انتشر دلوقتي بشكل كبير جدا. طيب خلاص، يعني عرفنا الثلاث انواع دول نبذه كده بس عشان تبقى يعني ملم بالانواع بتاعته. ولكن اللي يهمني هنا هو الفيوتك، وهو ايه الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها، وايه هي اهم الافكار اللي ممكن ادخل فيها الفيوتك ده عندي في المكان يعمل لي روح، يعلي الريتش بتاع المكان، بحيث ان انا برضو ابقى حسيت كده ان انا عملت ايه لقطه جديده. اول حاجه عندي الاشكال بتاعته. هو بيتوافر معايا باشكال البانوهات. لو انا عندي مثلا حيطه غامقه، اللون بتاعها ضرب، حسيتها غامقه، حسيتها رخمه، اقدر ان انا اكسرها بفيوتك. هعمل شكل فيوتك مثلا زي الاشكال اللي انا بعرضها لك دي، بتحلي مكان البيت بشكل كبير جدا وفي بعض التريك. طيب دلوقتي السؤال، ازاي ان انا اعمل شكل فيوتك هادي وراقي وشكله مناسب من غير بقى ما اعك الدنيا واعمل اشكال اوفر وجديده وكل الكلام ده؟ عندك اكتر من فكره وعندك اكتر من شكل ممكن انت تنفذ بيها. خلينا نبدا بالشكل التقليدي الكلاسيك اللي 50% خلينا نقول من الناس بتلجأ له وبتعمله، وهو البانوهات الفيوتك العاديه جدا زي الصوره دي كده بالظبط. اللي هو انت بتعمل بانو كبير جدا او وسط مثلا، وبتعمل واحد مستطيل على اليمين وواحد على الشمال، فده الشكل التقليدي بتاع البنوهات الفيوتك. وده لذيذ جدا في حاله انك هتلونه بنفس لون الحيطه، مش هنسيبه ابيض زي ما هو، مش هنديله لون تاني مختلف، لان هنا انا ما بضمنش جوده الفينش لو عملته بلون تاني مختلف عن الحيطه دي. فاريح حاجه ان انا بديها كلها نفس اللون، بيديك مظهر راقي وجميل. طيب لا، انا عايز يعني اجرأ الدنيا شويه عن كده، عايز اعمل شكل اكثر يعني متشاف اكتر ويعمل لي روح اكتر في المكان. اعمل ايه؟ ممكن استعين بحاجه اسمها الستيل، اكيد شفتوه او سمعتوا عنه كتير. اعواد الستيل اللي بيكون متوافر منها بالذهبي والسيلفر بمقاسات مختلفه، دي اقدر ان انا ادخلها معايا في الفيوتك كحاجه في النص برضو زي الشكل ده بالظبط، بيعلي لك الدنيا قوي. خدوا بالكم ان كل ده انا تحت التكلفه، انا مش عامل الحاجه الاوفر اللي تكلفتها عاليه جدا. يعني عايز اقول لك ان ورا حائط بالكلام ده كله، لو هتقارن دلوقتي اسعار ورا الحائط بالكلام ده، لا هتلاقي ان القصه دي كلها اوفر. حتى المصنعيه بتاعته برضو مش عاليه قوي الفتره دي، فتقدر انت تعمله بسهوله. دي برضو فكره من ضمن الافكار. ممكن ان انا اعمله بالشكل الاولاني الكلاسيك ده اللي هو بانوهات فاضيه، واحط جواها مثلا قطيفه، بدل ما انا مثلا ممكن اعمل الحيطه دي، قررت ان انا اعملها كلها مثلا حاجه قطيفه او ميتاليك ساند سواحيلي او اي ديكور او يعني اي ليدي ديزاين انت عايز تعمله، بدل ما نعمله في الحيطه كلها، لا احنا ممكن نعمل البنوات الفيوتك دي ونعمل جواها القطيفه، وده برضو متوافر بشكل كبير جدا. الفكره الرابعه ان انا اقدر مش بس ان انا اسيبها فاضيه، انا ممكن احط جواها تابلو، ممكن احط جواها مرايه، ممكن احط جواها اي حاجه، وهبقى برضو وصلت للشكل الديكوري بتاعي بمنتهى البساطه ومن غير ما اكلف نفسي كتير. فدي بعض الاشكال وبعض الافكار اللي تخليني اروح اعمل الفيوتك ده وانا مطمن.
طيب نيجي بقى للنقطة المهمة قوي، اللي هو أي حد هيشوف الفيديو طب ماشي فلة، الأسعار كام؟ بجيبه منين؟ الأسئلة البديهية دي على قد ما هي بتبقى بسيطة وسهل إن أي حد يجاوبك، كل الأسئلة المهمة دي هنحاول إن إحنا نجاوب عليها في الكومنتات، أو لو حد تواصل معايا إن شاء الله هبتدي إن أنا أديله أسعار، لأن هنا الأسعار والحاجات دي بتبقى متوقفة على المقاسات اللي عندك. وما تنسوش تتابعونا دايما وفولو وتابعونا إن شاء الله هينزلوا كله جديد. السلام عليكم.